ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز تعظم اي حاجة تافهة وتديها اهمية، اخبط قبلها كلمة سر. مثلا لو انت كاتب رواية اسمها البلوفر الاصفر، دي انت مش هتبيع فيها ولا فتلة. لكن لو اسمها سر البلوفر الاصفر، خلاص يا باشا، مبروك، انت في الطبعة الكام دلوقتي. عندك مثلا واحدة لما يجيلها عريس تقول لك انا جالي عريس، ده سر. الحدث تافه جدا وتقليدي. واحدة بنت في سن الجواز يمكن تتجوز، لكن لما اتعاملت معاه على انه سر اتحول لحدث جلل. او واحد مثلا يقول لك ايه، هقول لك حاجة بس كأني ما قلتش. طب اعمل ايه؟ طب ما تقولش. لا هقول بس كأني ما قلتش. اعظم سر بقى في العالم هو سر موبايل الراجل. حياته كلها في الصندوق الاسود ده، تلاقيه قافله بقفل ورزه ورامي المفتاح، وكل ما يجي يفتحه يطفش القفل. مش مصدقيني؟ طب شوفوا اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي اول ما مراته تقرب من المنطقه المحظوره اللي هي بتبقى 20 متر حوالين الموبايل. سلك شائك بقى وكلاب حراسه، وبعدين كتائب مشاه ومدفعيه وطيران. والطيران ده بقى بيبقى هو بقى اللي بيطير لما مراته بتبتدي تتحرك وتمسك الموبايل ويقول لها مش تخلي بالك الموبايل كان هيقع. هو طبعا كان بيستوعب الموبايل كان هيقع في ايديه طبعا، وهو نايم لو يقدر يبلع الموبايل ويشيله جوه معدته هيعمل كده. وفي الاخر بينيمه جنبه بحجه ان هو ظابط المنبه عشان يروح الشغل الصبح، وفي الاخر مراته هي اللي بتصحيه وما بيصحاش على منبه يعني. وبرده تلاقي مراته بتتلائم عليه تقول له حبيبي بيقولوا ان غلط ان انت تنام جنبك الموبايل عشان الذبذبات مضره. يرد عليها يقول لها انا بحب الذبذبات، ذبذبيني وانا ارتاح، سيبيني انت بس في حال. افرض ان الخطوط الدفاعيه الاماميه دي اخترقت والموبايل وقع في ايد مراته، طبعا انا ما اقصدش فتحته لا قدر الله يعني. المهم الموبايل لو وقع في ايديها انت كده مضطر ان انت تلجأ لحرب شوارع على طول، تنزل بالمقاومه الشعبيه وتضرب مولوتوف، او تخطف اي حد من العيال وتطلب فديه مثلا، اي حاجه. ولو كل الجهود دي فشلت يا روح ما بعدك روح بقى بعد كده. اختش لها الحله التيفال الجديده، هي بس لو سمعت صوت حكه المغرفه المعدن في قعر الحله هيبقى قدامها تقريبا يومين 3 بس عشان تفوق من الصدمه دي وتفتكر موضوع الموبايل ده، وتكون انت برضو قمت بالسلامه وخرجت من المستشفى. اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمه السر اللي هو الباسورد دي، بتاع الفيس بتاع الموبايل بتاع الايميل، اي حاجه من دول. بهدله بقى يا باشا لو نسيت واحده من دول، بالذات بقى بتاع الايميل. لو نسيته بتطلع لك مدام عفاف، تحس ان الجهاز اتحول لمدام عفاف، اللي هو والنبي يا استاذ شيك لنا كده على اللغه بتاعت الجهاز. لا يا مدام والله كله تمام. طيب بالنسبه للباسورد ما تشوف لنا كده مش شغال ليه علشان طيب اقدر اعديه. يا ستي حضرتك انا متاكد ان الباسورد سليم. تقول لك طب واليوزر؟ كتبت اليوزر حضرتك يوسف السيسيات كذا 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 اهو سليم. تقعد تسكسك بقى وتقعد شوف العطله دي بقى، والله اللهم طولك يا روح. تقول لك هو انت ربوت يا واد؟ لا تكون ربوت يا واد ولا حاجه. يا ستي حضرتك انا من مصر، احنا في عالم ثالث، يعني معقول اروح اجيب ربوت بالشيء الفلاني اقعده على جهاز ب1000 جنيه علشان بس اخش على الايميل؟ طب بص شوف لنا الصور ديا واكتب زيهم علشان بس اتاكد ان انت مش ربوت. ولا شكلك ربوت يا ولا؟ شكلك كده ربوت وهتتعبنا. بص خلاص برافو عليك اتعرفت عليهم. دوس بقى على التشيك بوكس اللي تحت ده، هي اللي على الشمال دي قدامك اللي هي جنب استاذ مدحت دي، علشان بس الاداره منبهه علينا محدش يعدي من غير الباص. وراضينا انا بقى باي حاجه كده عشان ابني في ثانويه عامه. يا وادي عسل انت اللي ما طلعتش ربوت. خش اكتب على جوجل كلمه سر واستنى، هتلاقي جوجل نفسه مطلع كميه تفاهات. سر البطاطس المقرمشه، سر الغمازات، سر الكون، سر الخلطه، سر رقم 13، زي بالظبط جملة شاهد قبل الحذف اللي بتخلي الناس كلها تشاهد فعلا. ده كان في فيديو قبل كده عنوانه انظر فضيحة سبونج بوب. ايه اللي ممكن يفضح سبونج بوب الا انه سفنجة لابس بنطلونه مقلوب مثلا؟ هيطلع ايه يعني؟ هدومه اتقلعت في المشهد بالغلط يعني؟ لما تلاقي حد حاطط كلمة سر قبل اي اهداف عظيمة اعرف ان هو نصاب. زي اللي يقولك مثلا انا عامل محاضرات على سر النجاح. طب بذمتك انت في حد في ايده سر النجاح ويكون واقف الوقفه المنيله دي تحت الشمسيه في مكان مقزز زي ده والجاكيت بتاعه عرقان كده وكله دواير؟ مش معقول يعني، مش ممكن. او اللي بينشر كتاب 788 صفحة عن سر السعادة الزوجية. هو لو يعرف سر السعادة الزوجية بذمتك كان لقى وقت يكتب كتاب زي كده؟ ما كان يروح ينبسط بقى مع مراته. في نوع بقى مركب من الاسرار اللي هي الاسرار المبنية على بعض، سر على سر على سر لغاية ما عملت كلكيعة كبيرة انت مش عارف اولها من اخرها. وفي الغالب دي بتبقى اسرار الستات على فكرة. عارفين سر العريس ده بيتبني عليه سر ميعاد الخطوبة، ده بقى بيبقى مقتصر على نخبة من أهل الثقة بيكتموا عليه جدا. بعد منه سر ترتيبات الجواز، تحس إن هي عملية الحفار أو الطريق إلى إيلات، متحسش إن هي جوازة خالص. وبعدين سر الحمل الرهيب،
تفضل مكتمة على سر عملية الحمل حتى على زمايلها في الشغل، لحد ما يجي لها الطلق وتنكر برضه وتقول لك اصل القولون مبهدلني. ودي مجرد نقطة بحر من اسرار الستات، بس انا اللي مش عايز افشي. ولا افشي ولا سيبكوا وافشي. كلنا اكيد في مرحله خبينا سر ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين، اللي هو سر الفطيره. طبعا ما بيبقاش سر تاني يوم، لان كل الجيران بتشوف المرتبه تاني يوم وهي على البلكونه، ماما بتطلعها بره عشان تفك. او سر محرج زي حد فتح عليك باب الحمام وانت مش مستعد مثلا، او انك انت بتتراقب من فيلم عنتر بن شداد، او فتاة احلامنا في فترة كبيرة كانت فريدة سيف النصر، او انك كنت بتعيط وانت بتسمع اغنية اتغيرت على عبد الخالق، او انك ما مسحتش الهيستوري بتاع الويب براوزر والناس شافته، وده هيخسرك ناس كتير على فكرة، او ان عندك سيكريت كراش بقالك 18 سنة ومش عارف تقول لها ايه، لحد ما البت اتجوزت وخلفت وسوت معاشها كمان. اسرار كتير قوي. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.